اعلم أنك في كل لحظة تسير إلى الله. لا تظن أن في هذه الدنيا وقوف. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أنت إذا سكت عن ذكر الله أو غفلت عن طاعة الله فأنت تتأخر، لأن الصالحين يسيرون إلى الله، يسارعون إلى الله. فشمر عن ساعد الجد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. هكذا يسير العبد في هذه الدنيا إلى الله سيرا حثيثا، يستغل كل لحظة من حياته فيما يقربه إلى الله، فيواصل السير في النهار وفي الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يكثر من ذكر الله في الصباح والمساء، وإذا جن عليه الليل نام مبكرا حتى يقوم آخر الليل. ويقوم الليل الذي يخاف سيواصل السير إلى الله في ليله ونهاره. لا يمكن أن تجده نائما طيلة ليله، لأنه يخاف أن تفوته الجنة، يخاف أن تفوته الدرجات العالية من الجنة، يخاف من النار. ولهذا روي في بعض الأحاديث، ولعله من كلام بعض السلف، قال: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. الذي يتفكر في نعيم الجنة وعظمه هذا يجعله لا ينام الليل. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. أنت تطلب شيئا عظيما، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة فيها النعيم المقيم، لا خوف فيها ولا حزن ولا هم ولا كدر ولا تعب ولا شقاء. الجنة فيها كل نعيم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الجنة هي دار الرحمن، تكون بجوار الرحمن، تنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، وتصاحب فيها النبيين وتصاحب فيها النبيين، وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه الجنة، أي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ فمن أراد هذه السلعة الغالية العظيمة يواصل السير إلى